عايزة أكلمكم النهاردة عن مشكلة بتقابلنا كلنا واحنا بنعمل الدايت بتاعنا، أو أنا بقى قررت إن أنا همشي بدايت أو همشي بنظام صحي في يوم. إنه تحصل لي مشكلة في اليوم، مديري ضايقني، حصلت مشكلة في البيت مع صحابي، حاسس بوحدة، زهقان، أي حاجة، مضغوط طول اليوم، أيا كان. أول حاجة بفكر فيها في إيه في التلاجة، او اكلم الدليفري يجيب لي اوردر اطلع فيه كل طاقتي وكل مضايقتي ويقعد ياكل. طبعا المشكله دي ليها نتائج كتير قوي مع تكرارها، يعني ادي يوم وبعدين مشيت كويس، بعدين يوم تاني. اولا بتوقف الحرق، حرقي بيضعف جدا. تاني حاجه ثبات في الوزن. تالت حاجه هرموناتي بتضرب. رابع حاجة مع الوقت ومع زيادة الوزن بحس بمشاكل كتير، مشاكل في المعدة وفي ظهري وفي السكر وفي الضغط وفي كل الحاجات دي كلها ليها تأثير عليا. طبعا نتائج الحاجات دي بتأثر عليا، بكتئب أكتر وبتزيد المضايقة أكتر، دي النتائج بتاعتها. الحل تعالوا نتناقش فيها مع بعض، ان انا لما تحصل لي مشكله تعالوا نواجه المشكله نفسها، بلاش اهرب منها، بلاش اروح للتلاجة، بلاش اكلم الدليفري، هو مش هيجيب لي الحل، هو هيجيب لي مصايب اكتر وتعب اكتر. فخلينا نواجه المشكله. انا حصلت لي مشكله مع حد، او المدير بتاعي ضايقني، او اقعد راجع نفسك، فعلا انا عملت مشكله، فعلا انا قصرت في حاجه، فعلا راجع نفسك بجد، لانه فعلا ممكن نكون احنا مقصرين في حاجه معينه، دي نقطه. لو رجعت نفسي ولقيت انه تمام، كلم حد، حكي معاه، قول له حصل كذا كذا كذا، اكتب في ورقه المضايقه بتاعتك دي. ارفع قلبك لربنا، كلنا مسلمين ومسيحيين، احنا بنحب ربنا وبنحب نتكلم معاه. اتكلم معاه، قول له رب انا حصل كذا كذا كذا، اقعد حكي، انا متضايق، انا مضغوط، انا حاسس بوحده، انا زهقان، انا اي حاجه انت حاسس بيها. ارفع قلبك بشكل بسيط كده لربنا وقول له ان انت متضايق من الحاجه اللي حصلت دي وحكي معاه. لو ما هديتش، صلي كده وروح واجه المشكله، كلم الشخص اللي ضايقك ده، قول له انا اتضايقت من كذا كذا كذا. ممكن يكون هو مش قصده، ممكن يكون هو كان قصده حاجه وانت فهمتها حاجه تانية، ممكن يكون في حاجه تانية ورا الحاجه اللي ضايقتني دي. خلينا متفقين، او اللي نفسي اقوله، انه واجه المشكله، ما تهربش منها بالاكل، لانه تعب الاكل اكتر بكتير من النتيجه اللي طلعت من المشكله اللي عندك دي. لو انا حاسس بوحده وزهقان، انزل اتمشى شويه، كلم حد بتحبه، روح العب اي رياضه انت عايزها، اعمل حاجه، خد كورسات، نمي نفسك في حاجه انت نفسك فيها او بتفكر فيها. بتحب ايه؟ بتحب تعمل ايه؟ فكر، لانه ساعات الزهق ده على فكره بيخلينا نعرف احنا بنحب ايه ونفسنا في ايه. فاستغل الزهق ده، ان انت ممكن يطلع منه حاجه كويسه جدا. اللي اقصده انه بلاش اول حاجه تيجي في بالنا لما تكون عندنا مشكله ان انا اروح اكل. ليه؟ نتائجه وحشه وصعبه، احنا بنشوفها دلوقتي، بنشوفها في لخبطه هرمونات كتيره قوي نتيجه سوء التغذيه والاكل الغير صحي اللي بناكله. في مشاكل كتير، امراض كتير بتحصل لنا، السكر والضغط اللي بيجي لنا كمان في وقت بدري جدا، الناس اللي عندها مشاكل في المفاصل وفي حاجات كتير وهم لسه صغيرين، كل دي سوء تغذية مع طبعا ضغط أعصاب وحاجات حاصلة في الوقت ده كتير تعبانة كلنا. حاول تطلع الطاقة دي أو المضايقة دي في حاجات صح. أنا حاولت أتكلم في موضوع حسيته شائك وبيمسنا كلنا وبيجيلي منه فيدباك كتير قوي، انا كنت زهقان فاكلت، ان انا كنت مضغوطه فاكلت شوكليت، ان انا كتير قوي قوي، يعني مش شخص واحد عشان ما حدش يفتكر انا بقول هو ناس كتير قوي بيحصل لها كده، وكلنا بنمر بده. بس لو انت ادركت انه ينفع ان انا احل المشكله دي بشكل تاني غير الاكل، هتفرق معاك جدا. انا ينفع اتابعك، انا عامله باكج متابعه لبرامج غذائيه، بتابعك بصوره شخصيه انت، بحالتك، بنفسيتك، بنشاطك اليومي، لو في مثلا مرض معين او ادويه معينه بتاخدها، بتابعك بصوره شخصيه كل يوم، بيبقى فيه متابعه. بتبعت لي بالليل التقرير اليومي، واللي ما بيبعتش انا بكلمه او ببعت له يعني فين التقرير بتاع النهارده. ده بيشجع، يعني انه
انا بالليل هبعت الاكل بتاعي فممكن اخلي بالي، او ان انا اسال طب هل ينفع اكل ده بدل ده. فبنبقى مع بعض كده بصوره يوميه او في ساعات طول الوقت، وبحاول برد على طول تقريبا، مش بتاخر على حد يعني في الرد. طبعا مع المتابعه بتاعت كل اسبوع انه نشوف وصلنا لاني وزن ونزلنا في المقاسات ولا لا، في تطور حاصل ولا لا، رحنا لعبنا رياضه النهارده الاسبوع ده ولا عملنا ايه. في متابعه بصوره مستمره، انا بحس انه ده بيفرق جدا نفسيا وكل حاجه يعني، الاكل يعني حاساه فارق في كل حاجه يعني. حتى بيفرق معايا انا ان انا ابقى عارف الدايت بلان اللي هحطه لك الاسبوع اللي بعده هيبقى عامل ازاي نتيجه المتابعه اليوميه بتاعتكم. كمان احنا عندنا مطبخ بيجهز وجبات، لو انت مش لاحق تجهز الوجبات بتاعتك بنجهز وجبات صحيه وفيها مخبوزات صحيه وفي حاجات حلوه لو انت نفسك فيه. كنا بنتكلم عن الجوع العاطفي، انا مش اول حاجه اجريلا الاكل، بس احنا ايه برضو مع الوقت بنحب نغير شويه، بنحب ان احنا نفتح التلاجة نلاقي الاكل جاهز عشان ما اعكش في الفطار او الغداء او العشاء او السناك. وطبعا برضو حاجه مهمه جدا ان انت محتاج تاكل كويس يعني. في الدايت بلان انا اي حد برضو ماشي معايا انا باكله حلو يعني، بياكل كويس، لان انت لو جوعت نفسك جسمنا بيعند وبيمسك في الدهون قوي، فتبتدي ان انت مش عارف تاكل ومش عارف تخس في الوزن. حاول ما تجوعش نفسك قوي. لو محتاجين اي اسئله اكتبولي في الكومنتات، ولو عايزين نتكلم في موضوع معين قولولي. لو محتاجين متابعه انا عامله باكجز حلوه عشان اشجعك ان انت يبقى في حد بيتابع معاك لو انت مش عارف تمشي لوحدك. ميرسي ليكم.